لو معاك فلوس محدودة تشتري واي بروتين ولا تعتمد 100% على الأكل الطبيعي؟ تعالى لما أوفر عليك فلوس ممكن تضيعها بدون أي فايدة. بص، مش الواي بروتين لوحده هو اللي هيبني عضلاتك، بكل بساطة هو زيه زي أي مصدر بروتين تاني سواء فراخ أو بيض، بس الفكرة هنا إن هو سريع وسهل. انت لو بتقدر تدخل لجسمك احتياجك الكافي من البروتين من الاكل الطبيعي فانت مش محتاج لواي بروتين. لكن انت لو شخص مشغول او شهيتك ضعيفه او مش قادر تكمل احتياجك من البروتين بشكل يومي، هنا يجي دور الواي بروتين. ممكن يساعدك جدا وكمان هيوفر عليك وقت ومجهود. لما تيجي تاخد سكوب بروتين، السكوب بروتين تقريبا فيه من 20 ل 25 جرام بروتين، يعني تقريبا ما يعادل 100 جرام فراخ. بس يجي هنا بقى السؤال الأهم ومن الأرخص، إن أكمل احتياج جسمي من خلال الأكل الطبيعي ولا الواي بروتين؟ الأوفر هنا هو الأكل الطبيعي وهيحسسك بالشبع لو أنت اعتمدت على البيض والفراخ والفول والزبادي والتونة، إنما الواي بروتين ميزته الأساسية إن هو الأسهل مش الأحسن. لو أنت شخص بقى مبتدئ في الجيم، في الأولوية هنا إنك تعمل نظام غذائي مناسب لحياتك وأهدافك وتنام كويس وتتمرن كويس. فالخلاصة من الفيديو ده، أنت لو تقدر تكمل احتياجك من أكل هيكون أحسن وأوفر، انما لو انت مش بتقدر تكمل احتياجك من الاكل وطول الوقت مشغول، فهنا الواي بروتين هيكون اسهل بكتير واحسن لك بكتير. اتمنى اكون استفدت حاجه من الفيديو ده، ولو استفدت ما تنساش تعمل فولو عشان اللي جاي يفيدك اكتر ان شاء الله.